سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. فيلمنا النهارده عن القط بوس، واللي بيفقد 8 حيوات من حيواته التسعة، وبيبقى له حياة واحدة بس لو فقدها هيموت خالص. بيبدأ الفيلم مع بوس وهو عامل حفلة في بيت العمدة، وبيوزع فلوس العمدة على سكان مدينة ديلمر. ولكن والحفلة شغالة العمدة بيجي وبيلاقي بوس مكسر له البيت ومبوظ له كل حاجة خالص، فبيخلي الحراس يحاولوا يمسكوا بوس، لكن كلهم بيفشلوا، وبوس بيقطع بنطلون المحافظ كمان وهو ماشي. المحافظ طبعا بيتضايق وبيعلن عن جايزة للي يمسك بوس سواء كان حي أو ميت. وبص عشان يهرب من المكان بيفرقع بومب وصواريخ، ولكن الصوت العالي اللي بيعمله بيصحي العملاق اللي كان نايم في الغابه. ولما بص بيعرف كده بيرجع عشان يحارب العملاق، وبيلاقي واحد معاه جيتار وبيستخدم الجيتار عشان يطير ويضرب العملاق بالسيف في ايده، ولكن العملاق بيرميه بعيد بقوه. ولكن بص بيهاجمه تاني وبيربطه بحبل الجرس المره دي وبيشده لتحت ويوقعه، وبيقف في وسط المدينه يحتفل، لكن الجرس بيقع عليه وبيموته. ولما بيصحى بيلاقي نفسه في المستشفى والدكتور بيكشف عليه وبيقول له انت ازاي حي؟ انت المفروض تكون مت. وهنا بص بيقول له انه قط وعنده 9 ارواح، ولكن بيبدا يعد المرات اللي مات فيها قبل كده، وبيكتشف انه لو حسب المره دي هيبقى كده 8 مرات، وبكده يكون فاضل له حياه واحده بس. لو مات تاني هتبقى دي نهايته خلاص. وهنا الدكتور بينصحه انه يبطل شقاوه ويبقى حيوان اليف، لكن بص بيتضايق من كلامه وبيروح يشرب كاسين لبن عشان ينسى. وبعد شويه بيجي ذئب متخفي وبيقعد جنب بوس وبيوري له الجايزه اللي عليه، وبيقول لبوس انه صايد جوائز وجاي عشان يموته. وبوس بيقوم له وبتبدا المعركه ما بينهم، ولكن بوس بيفتكر انه باقي له حياه واحده بس، وبيبدا يخاف على نفسه وبيطلع يجري منه. وبوس بيقرر انه هيروح يقعد عند الام لونا اللي بتربي القطط الاليفه ويسيب حياته كمغامر. وفعلا الام لونا بتاخده تحميه وتلبسه، وما بيبقاش عاجبه طريقه العيشه بتاعه القطط هناك، ولكن بيحاول يتاقلم عليها. وبعدين بنعرف ان جولدي لوكس والدببه الثلاثه وصلوا القريه، وبيكونوا بيدوروا على بوس وبيمشوا ورا اثار اقدامه لحد بيت الام لونا. وبوس بيطلع يجري لما بيشوفهم وبيستخبى، لكنها بتمسك الام لونا وبتسالها عن مكان بوس، وطبعا الام لونا بتقول لها معرفش مين ده اصلا. ولما بتعرف ان الدببه حقيقيين بيغمى عليها، وجولدي بتمشي، ولكن وهي ماشيه بتلاقي اللبس بتاع بوس مدفون، فبتفتكره مات. وبوس بيكون واقف وبيسمعهم وهما بيتكلموا عن نجمه الامنيات اللي بتحقق لاي حد امنيه واحده، وبيقرر انه يدور عليها ويلاقيها ويرجع بيها التسع حيوات بتاعته عشان يرجع لحياه الشقاوه من تاني. وبيسمع انها عند بيج جاك هورنر، وبيكون عارف انه مجرم خطير، فبيقرر انه يلبس لبسه تاني ويروح في مغامره عشان يدور على النجمه دي. وبيروح عند القلعه بتاعه جاك، وبيكون معاه صاحبه الكلب بيرو، وبيدخلوا في مواسير الميه لحد ما بيوصلوا جوه القلعه. وهناك بص بيلاقي جاك داخل ومعاه صندوق، والصندوق ده بيبقى فيه الخريطه بتاعه نجمه الامنيات. ولما جاك بيمشي بص بيتسحب وبيفتح الصندوق، ولكن بيلاقي جواه كيتي اللي بتكون بتدور على النجمه هي كمان، وبيبداوا يتخانقوا مع بعض لحد ما جاك وجولدي بيوصلوا. ولما بيشوفوهم بص وكيتي بيطلعوا يجروا على البساط السحري، وبيركبوا عربيه ويجروا من منطقه خالص. وطبعا جاك ما بيسكتش وبياخد هو كمان الجنود والعربيه ويطاردهم. وبعدين بص وكيتي بيفتحوا الخريطه وبيعرفوا ان النجمه موجوده في الغابه المظلمه، وعلى الرغم انهم عارفين ان محدش بيرجع من هناك حي، الا انهم بيتخانقوا على الخريطه برضه. ولكن بعد شويه بيلاحظوا ان الاحسن لهم انهم يروحوا هناك سوا. ولما بيوصلوا الغابه بيلاقوا بوابه، وعشان يتاكد ان مفيش خطر بيزق الكلب فيها الاول، بعدين بينط وراهم كمان. ولما بيفتحوا الخريطه بيكتشفوا ان كل واحد بيبص فيها بيظهر له طريق مختلف عن التاني، والطريقين بتوع بوس وكيتي بيكونوا كلهم مخاطر، في حين ان الطريق بتاع الكلب بيرو بيبقى كله زهور ونباتات واعشاب. فبيقرروا ياخدوا اسهل طريق اللي هو بتاع بيرو، اكيد مفيش مقارنه يعني. وبعد شويه جولدي بتوصل المكان هي كمان، وبص واصحابه بيطلعوا يجروا منها لحد ما بيوصلوا المكان كله ازهار عملاقه، وبيقعدوا يقطعوا في الازهار دي، ولكنها بتنمو تاني لحد ما الازهار بتكتف بوس وكيتي. ولكن بيلاحظوا ان بيرو بيشم الازهار بس، وعشان كده الازهار بتعديه، فبيبداوا يعملوا زيه هم كمان وفعلا بيعدوا. وبعدين كيتي بتسال بيرو عن حكايته، وبيقول لها ان اهله كانوا بيلعبوا معاه استغمايه، وكانوا بيربطوه في جذع شجره ويسيبوه في مكان بعيد، وهو كان بيرجع من تاني لحد ما في مره وقع في نهر، ولما قدر يفك نفسه ويطلع ملقاش حد. بالعربي كده اهله خلصوا منه. وبيصعب على كيتي وبتقول له انت اكيد عندك امنيه انت كمان، لكن بيقول لها انه سعيد بحياته وسعيد اكتر عشان هم بقوا اصحابه. وبعدين بنرجع لجاك اللي بيشيل جولدي والدببه من طريقه، ولما بيعدي على الازهار بيقول للجنود ينزلوا يقطعوها، لكن زي ما احنا عارفين الازهار بتاكلهم. واخر ما بيزهق جاك بيقوم جايب طائر بيطلع نار وبيحرق الازهار كلها. وبنروح تاني البوس واللي بيكون بيحلق دقنه عشان مش عاجباه، ومن كتر الفرحه بيرمي السيف الخشب اللي كان معاه، وبيرو بينط يجيبه عشان كان متعود. وشويه وبينزلوا يدوروا عليه، ولكن بيلاقوا ان جاك مسكه، وجاك بيقول لبوس هات الخريطه وخد بيرو. لكن في الوقت ده جولدي بتظهر وبتخبط عربيه جاك، وبيرو
بيقع من ايده وبيقدر انه يهرب، ولكن الجنود بيطلعوا يجروا وراه وما بيسيبوهوش. وبوس كمان بيحاول يلحقه، ولكن جاك بيبقى معاه سلاح بيحول اي حد لورق زينه، فبوس بيخاف ويمشي، ولكن بيلاقي الذئب في وشه فبيبقى مرعوب وبيطلع يجري بعيد، وبيرو كمان بيجري وراه. وفي الوقت ده جولدي بتاخد الخريطه وبتبص فيها، وطبعا الارض بتبدا تتحول لشكل مخيف تاني. وبعدين بيرو بيلاقي بوس ساند على شجره ونايم وشكله مرعوب وخايف، فبيساله ايه اللي مخوفك؟ فبوس بيبدا يوضح له انه باقيله حياه واحده بس وخايف انه يموت، وانه بيدور على نجمة الامنيات عشان يرجع لحياة المغامرة تاني. وبيرو بيقترح عليه يقوله لكيتي، ولكن بوس بيمنعه وبيقول له انه زمان كان هو وكيتي هيتجوزوا، وبعد ما عملوا الحفلة وجهزوا كل حاجة بوس ما راحش الحفلة اصلا. وبيقول له كمان انه ندمان على اللي عمله. وبنشوف ان كيتي كانت سامعة الحوار كله، ولكن بتعمل نفسها لسه واصلة حالا عشان ما تحرجش بوس، وبتقول لهم ان جولدي سرقت الخريطة وانهم لازم يرجعوها تاني. وبعدين جولدي بتكون قربت توصل من النجمة وعمالة ترقص مع الدببة من الفرحة، ولكن لما بتبص تاني في الخريطة بتلاقي مكتوب انهم لازم يعرفوا هدفهم، وبيلاقوا كوخ في نص اللامكان، ولما بيدخلوه بيلاقوا جواه دفاية واكل وكل وسائل الراحة، فبيبدأوا يصابوا بالكسل. ولكن جولدي بتحاول تحفزهم وتقول لهم انهم لازم يركزوا على هدفهم عشان ده اختبار من الخريطة. ولكن هي كمان بتلاقي كتاب قصص وبتبدأ تفتكر نفسها وهي صغيرة وتعيش في الذكريات. وبنرجع تاني لبوس واصحابه، وبوس بيحاول يعتذر لكيتي عشان ما جاش الفرح لما كانوا هيتجوزوا، ولكن بنعرف ان هي ما جاتش اصلا عشان كانت عارفه ان بوس بيحب نفسه اكتر من اي حد. وبعد شويه بيوصلوا عند الكهف وبيقرروا يتسحبوا جواه ويجيبوا الخريطه من غير ما يعملوا صوت، وفعلا بيبداوا يعملوا كده. ولكن وبوس بيشيل الخريطه بيعمل صوت والدببه بيصحوا وبتبدا المعركه بينهم، وبتكون جولدي خلاص هتاخد الخريطه، ولكن بوس بيحدفها لكيتي اللي بتبص فيها وبتخلي شكل الارض يتغير من تاني، والكوخ بيتكسر وبيحاولوا يجروا من جولدي، ولكن بيرو بيقع في ايديها. فبوس بيبص في الخريطه، ولكن المره دي شكل الارض بيتغير وبوس بيتحبس جوه بلورات، وبيقول لكيتي تروح هي تنقذ بيرو وهو هيشوف مخرج لنفسه. ولما كيتي بتوصل عند جولدي بتلاقيها بتتخانق مع الدببه عشان ضيعوا الخريطه، وبتستغل قله تركيزهم وبتبدل بيرو بكلب لعبه تاني من غير ما ياخدوا بالهم. وبنرجع تاني لبوس وبيوصل لمكان جوه البلورات بيشوف فيه نفسه من ال8 حيوات اللي قبل كده، وبيقعدوا يقولوا له انه مش محتاج حد عشان يوصل للنجمه وانه محتاج نفسه بس، وبيقولوا له يبعد عن بيرو وكيتي. وبعد شويه الذئب بيظهر لبوس وبيقول له انه هياخد منه اخر حياه باقياله عشان يندم على الحيوات اللي فاتت. وبوس بيبدا يهرب والذئب بيكون خلاص هيمسكه، لكن بوس بينجح انه يفلت منه ويجري. ولما بيطلع بره بيبقى مرعوب جدا لدرجه انه ما بيسمعش صوت كيتي وهي بتنادي عليه، ومن كتر ما بيجري بيوصل عند نجمه الامنيات. ولما بيفتح الخريطه مكان النجمه بيتكشف لكل الناس اللي جوه الغابه، وكيتي بتواجه بوس وبتقول له انه خدعها تاني وانه لسه اناني وهياخد النجمه لنفسه. وبوس بيحاول يفهمها ان دي اخر حياه ليه، ولكنها ما بتكونش عايزه تسمعه اصلا. وبعد شويه جاك وجولدي كمان بيوصلوا وبتبدا معركه جماعيه، لكن الخريطه بتروح لبيرو اللي بيوديها لبوس من تاني. ولما بيودي له الخريطه بيقولوا انه مش فاهم بوس ليه محتاج كل الحيوات دي، وان بيرو سعيد بحياته رغم انها حياه واحده بس عشان كل الناس اللي حواليه بيحبوه وهو بيحبهم. ولكن وهم بيتكلموا بيسمع بوس صوت الذئب بيقرب، ولما بيبص وراه بيلاقي الذئب اللي بيعمل حلبة نار وبيدي لبوس سيف وبيقول له يحاربه ولو لمره واحده بس. وبوس بيكون فعلا استرجع ثقته بنفسه من كلام بتاع بيرو، وبيبقى القتال رايح جاي، ولكن الذئب بيكسر سيف بوس، ولحسن الحظ بيكون مع بوس الخنجر بتاع كيتي وبيكمل المعركه بيه. ولكن بعد شويه لما الذئب بيعرف ان بوس خلاص ما بقاش خايف من الموت بيمشي ويسيبه. وبعدين بوس بياخد الخريطه وبيديها لكيتي وبيقول لها ان هو مش محتاج غير حياه واحده خلاص، وان هو هيكون سعيد لو هي اللي خدت الامنيه دي. ولكن بتقول له ان هي كمان مش محتاجاها. وهما بيتكلموا جاك بيضخم نفسه وبياخد الخريطه منهم، ولكن بوس وكيتي بيهجموا عليه وبيقطعوا الخريطه، واللي بيخلي نجمه الامنيات تتدمر وتاخد معاها جاك. والناس الباقيه كلها بتهرب، وبيبان على بوس واصحابه ان هم فرحانين جدا بالمتعه اللي حسوا بيها في المغامره دي. وفي الناحيه التانيه كمان بنشوف جولدي والدببه بيواسوا بعض عشان ما قدروش ياخدوا النجمه. لو عجبك الملخص ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يجيلك كل حاجه جديده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.